تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فالنقطة الثانية التي تتعلق بالواقع الذي نعيش فيه متعلقة بحلقة الدكتور صفوت حجازي حفظه الله بالأمس. بداية نريد أن نتفق على قواعد. أول قاعدة أن السياسة تخضع أو فيها جانب كبير من وجهات النظر، فالخلاف في السياسة لا ينبغي أن يفسد للود قضية. أنت قبلت أن تعمل في السياسة، إن غضبت من النقد وثرت بهذه الطريقة التي حدثت يبقى ده نوع من الديكتاتورية والاستبداد. ليه؟ أنت سيادتك قابلت الناس وهؤلاء الناس مطعون فيهم. يعني ما يجيش واحد يقول طب ما النبي عليه السلام قابل أو راح لأبو جهل في البيت وأنا لا أعرف هذه القصة تثبت أم لا، من أين أتى بها. لكن نحن في ثورة الآن وأنت لقيتها رموز النظام السابق المترشحين. كون أن أنا أنتقد هذا الأمر لا تصادر علي ولا تغضب مني ولا تشن حربا علي، وإحنا بنتكلم في مسألة علمية، نحن نتكلم في مسألة من واقع السياسة. أنا معترض أشد الاعتراض على هذا الاعتذار الذي حدث في قناة الناس، أنا معترض عليه أشد الاعتراض. يعني معنى هذا أن احنا المفروض الكلام الذي سنقوله في برامجنا يتم عرضه على الأستاذ المدير قناة الناس، إما أن يوافق أو لا يوافق. لا، الكلام ده غلط. احنا لم نأتي إلى قناة الناس من هذا المنطلق أبدا. احنا أتينا إلى قناة الناس لنقول ما نعتقد أنه حق. فهذا الاعتذار مرفوض ولا وجه له أصلا، لا وجه له أصلا. الدكتور صفوت حجازي ذكر أشياء، هذه الأشياء يعني مثلا تعال نبدأ بنمرة واحد. هو عرض بيان الدكتور ياسر برهامي عن الثورة. حصل ولا ما حصلش البيان ده؟ حصل، وقع بالصوت والصورة. طيب، نمرة اتنين الدكتور صفوت حجازي ذكر واقعة الذهاب إلى الإخوان لمطالبتهم بترشيح خيرت الشاطر. أنا أعلم أن هذا وقع، وسألت الدكتور سعيد عبد العظيم أحد الثلاثة الذين ذكرهم الدكتور صفوت حجازي، هم ذكر ثلاثة: الدكتور سعيد عبد العظيم، الدكتور ياسر برهامي، الأستاذ المهندس عبد المنعم الشحات. سألت الدكتور سعيد عبد العظيم اليوم قبل أن آتي إلى هنا وكنا في الهيئة الشرعية، فقال نعم هذا حدث، قال هذا حدث. طيب سألناه هل هذه الخطوة التي اتخذوها بالذهاب إلى شفيق هل عرضت على مجلس إدارة الدعوة السلفية؟ قال لا، أنا لا أعرف عن هذا شيئا، مع أنه نائب رئيس الدعوة السلفية. يعني دي أمور، دي وقائع. الوقائع دي إما أن تقول إن هي حصلت أو تقول إن هي ما حصلتش، فإن قامت البينة على أنها حدثت خلاص. قل بعد ذلك لماذا حدثت هذه الوقائع؟ ما هي مبرراتك؟ قل مبرراتي كذا وكذا وكذا وكذا. إن اعترض أحد الدعاء أو الأحد الساسة أو سمه كيف شئت، إن اعترض عليه أن يقيم البينة على أن هذا الكلام لم يكن على الصورة التي قلتها ولكن كان بصورة أخرى، ويقيم البينة على هذا. لكن ما دمنا دخلنا في السياسة، دعنا بقى من هذه المعارك الدائرة على الفيسبوك وما إلى ذلك. لابد أن تقبل. والذي يقول إن الدكتور صفوت حجازي يعني أحرج التيار الإسلامي، يا أخي تمهل. أنا لا أدافع عن الدكتور صفوت حجازي، أنا أدافع عن مبدأ. المبدأ ده إيه؟ أنت اشتغلت في السياسة واتخذت مواقف دون أن ترجع إلى أحد، دون أن ترجع إلى أحد. يعني هل أنت مثلا ألم تقل أنك ممثل السلفيين الوحيد في مصر؟ هذا كلام حدث وعندي عليه شهود. ألا أنا عن نفسي لا يمثلني الدكتور ياسر برهامي ولا الدعوة السلفية بأسرها، ولا يتم التشاور بيننا إلا في أبسط وأضيق النطاقات. أنت معك ناس
ناس من السلفيين في القاهره هنا كما ذكر الدكتور صفوت، عندك مجلس شورى العلماء وعندك الهيئه الشرعيه وعندك 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 وعندك. هل انت متحدث باسم هؤلاء جميعا؟ ينبغي ان تكون هذه النقطه مبرزه وواضحه. انا مع احترامي للعمل الذي قمت به ودوافعك الى هذا العمل، لكن انا عن نفسي سأقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع أو فعل خالد، وأنا أبرأ إلى الله عز وجل مما صنعتم أنتم أيضا. مهما كانت مبرراتكم، لكن أنا لي موقف ولي رأي ولي رؤية، المفروض أن أعبر عن نفسي. لكن تفعل هذا وهو كده وخلاص ومحدش يفتح بقه، أنا بتكلم عن الإيه؟ عن تكييف هذا الوضع الذي نحن فيه. أنت داخل في السياسة ولسه بتحبو الى الان. انا لا اقصد الانسان السلفي عموما، داخل في السياسه ولا زال يحبو في السياسه الى الان. خلاص لابد انك والا كان هذا استبدادا وديكتاتوريه، انك انت تعمل اللي تعمله محدش يتكلم. طب ما احنا سكتنا. مين اللي احرج التيار الاسلامي؟ اللي طلع شتم في نجيب محفوظ وكان يمكن أن يجيب بخلاف هذا إجابة هادئة ما تولعش الدنيا والناس. ويتذكر قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. ولا راح عمل مؤتمر في ميدان من الميادين وراح مغطي التمثال بالملاية. وما كل دي أشياء حسبت علينا جميعا، حسبت علينا جميعا. انتقدنا الإخوان في عدة أمور، وبعدين وجدنا أن في جلوس مع الليبراليين واعتناس بهم وتضاحك معهم وحضور افراحهم، بالاضافه الى الخروج مع معك اتصال. طب استنى خلص. بالاضافه الى الخروج مع المذيعات المتبرجات ايا كان، لكن انت كنت تنتقد هذا والان تفعله. لما يجي واحد يفاجئ بهذه الامور ما تقولش اسكت، ما تفتحش بقك. ازاي؟ انت ينبغي كرجل سياسي ان تتعامل مع القضية كقضية سياسية، وإلا فعود إلى دعوتك واترك الساسة يعملون. إنما ما دمت دخلت معترك السياسة لا تغضب. لما يجي يقول أنت زرت عمر سليمان ليه وزرت رشيد أحمد رشيد ليه، أمامك أمرين: إما أن تقول أنا لم أزرهما أصلا وأقم بينة على هذا، لم أزرهما انكر خلاص. إن كان معاه بينة هو بقى على إن أنت حدث الكلام ده يطلعها. وإن كنت زرتهما قل أنا والله زرتهما لكذا وكذا وكذا، وقد أقبل هذا الكلام وقد لا أقبله. دي بلد زي ما هي بلدك، وده ديني زي ما هو دينك بالضبط. فمسألة التوتر الشديد اللي حادث ده أنا لا أرى له وجها. ما دمنا قد دخلنا في معترك السياسة لابد أن نتعامل بقواعد وطرق محترمة تحترم القول والقول الآخر والوجهة النظر ووجهة النظر الأخرى، دون أن نقع في يعني أود من صميم قلبي أن تنتهي هذه المهاترات الموجودة الآن على الشبكة العنكبوتية وموجودة على الفضائيات وما إلى ذلك. نحن لسنا بصدد أن نزكي فلانا أو أن نطعن في فلان، لا، دي مواقف سياسية اتخذت قد أتفق معها وقد لا أتفق. هذا يعني أن نتلقى اتصال ثم نكمل إن شاء الله. اتفضل. فضيلة الشيخ. اتفضل يا باشمهندس محي. ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك. حضرتك أنا يعني لا أزكي حضرتك على الله في الجرأة وقول الحق، هذا هو ظني في حضرتك، ولذلك أنا بسألك بكل صراحة. أنا كشخص فهمت امبارح من الدكتور صفوت حجازي أن هذه فضيحة وليست نصيحة، بدليل إننا سألنا كل الناس هل نتج عن هذه الموعظة أو هذه النصيحة التي كان يظنها الدكتور صفوت، هل مثلا فهمتم ان الدكتور صفوت بيقول ما فيش كبير في الإطار الإسلامي المخطئ سنقول له أنت أخطأت والمصيب له في الأخطاء وكذلك العكس، ولكن لا، قام بإحضار أشياء للدكتور ياسر برهامي وأنا أرى أنه قد أخطأ. أنا أرى شخصيا أنه قد أخطأ بذهابه إلى شفيق ولم يصرح بذلك. لا مانع، إيه الحرج؟ في حد فينا معصوم؟ أنا قد أفعل هذا. أنا مش بتكلم عن يعني موقف من المواقف، أنا بتكلم عن الطريقة التي تم بها التعامل مع هذا الموقف، طريقة غريبة جدا. لأن قصدي فضيلة الشيخ لما الدكتور صفوت حجازي يجيب له موقف من أيام الثورة ويجيب له مواقف، هل لو فتحنا الباب دكتور ياسر برهامي كمان هيجي ينصح صفوت حجازي ثم يأتي له بأشياء؟
فانا عايز السؤال بقى الاول، هما سؤالين. السؤال الاولاني فضيله الشيخ، كيف نفرق بين الفضيحه والنصيحه؟ القضيه الثانيه اللي انا عايز اعرفها من حضرتك، النهارده التيارات الاسلاميه بين قوسين الا ما رحم الله لا تعين الدكتور مرسي في تاسيس الدوله بدليل انه معظم التيارات الاسلاميه مشغوله منشغله، زي مثلا امبارح بالامس الدكتور صفوت قام بما يظن نصيحه، ثم ردت عليه التيارات حزب النور، ثم انشغل الامر، وكأن مصر اصبحت دولة اسلامية، وكأن الدكتور مرسي حفظه الله الذي تقريبا لا ينام قد اسس هذه الدولة. انا بعتقد وعايز اعرف رأي حضرتك ان التيارات الاسلامية لا تعين الدكتور مرسي، فمتى تعينه وتنشغل بقضاياه؟ وجزاك الله خيرا، وانا اسف للتطويل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. انت سألت في سؤالك الاول ما الفارق بين النصيحة والفضيحة. والله هذا متوقف على مدى إيمان المنصوح، متوقف على مدى إيمان المنصوح. إن كان إيمانه عاليا ده أول عامل من العوامل. نمرة 2 متوقف أيضا على طبيعة المسألة التي تقدم فيها النصيحة، هل هي كانت سرية أم علنية؟ هل كانت سرية أم علنية؟ أنا في ذهني الآن الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بين أمير المؤمنين عمر يخطب يوم الجمعة على المنبر إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين، يعني دخل بعد ما الخطبة بدأت. هذا الرجل في بعض الروايات هو بينت أنه عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه الذي تستحي منه الملائكة. فقال له عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد على أن توضأت. يعني أنا انشغلت وما خدتش بالي، وفجأة فوجئت بالأذان فجريت على أهلي وما ضيعتش وقت، توضأت ثم أتيت. فقال له عمر: والوضوء أيضا، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. فدي نصيحة على رؤوس الأشهاد، لكن مع من؟ مع عثمان، إن كان عنده من الورع والدين والتقوى ما يجعله يتحمل مثل هذه النصيحة. نمرة 2 إذا كانت المسألة علنية وواضحة أمام الناس، خلاص من الممكن أن تكون النصيحة في العلن كما فعل عليه الصلاة والسلام. ده هذا فعل يخالف قواعد أو يخالف الشريعة، مش فعل الدكتور ياسر أو الدعوة. أنا مش قصدي كده. إن كان الفعل، بتكلم عن ناحية نظرية، إن كان الفعل ظهر إلى حيز العلن فقد تكون النصيحة أيضا في حيز العلن، كما قال عليه الصلاة والسلام. أنا اخترت هذه الواقعة أنه قال، وده كان في فتح مكة: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع أو مما فعل خالد رضي الله تعالى عنه. وهذا كان في لقاء وقتال مع المشركين. ما حدش قال بقى أصل هم متكالبين علينا وإحنا ننشر الغسيل. الغسيل إيه اللي هننشره؟ هو الغسيل وإحنا لما يكون هو سامحوني في هذه اللفظة أو نبدلها لفظة ثانية، يقول لك هننشر غسيل القذر بتاعنا. طب والغسيل ليه يبقى قذر؟ ما نضفش الغسيل ليه أصلا؟ ليه يبقى قذر؟ ونحن يعني ينبغي أن نقوم أنفسنا. المفروض ان احنا عندنا من العلم ومن التقوى ما يؤهلنا لأن نقوم أنفسنا. لما يجي واحد يقوم، يفرض واحد ليبرالي ولا واحد شيوعي ويجي قال لي انت غلطان، الله، هو النبي عليه السلام مش لما قال رجل ما شاء، مش أتاه رجل من المشركين وقال إن أصحابك يقعون في الشرك يقولون ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، فقال عليه السلام: قولوا ما شاء الله ثم شئت، ثم شئت. احنا لا نكابر في الحق إن كان المسألة سواء الحق ده جاءنا من جهة الإسلامي ولا الليبرالي ولا الشيوعي، ولا ما دام حقا يبقى ينبغي علينا أن ننصاع للحق، لأن دي قواعد العدل. قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا بد الذي جاءني بهذا الحق أن أنصفه. فأنا آسف ما أقدرش أعتبر أن هذه فضيحة، لكن دي مسألة تفجرت
وواحد شايف ان هذه المسألة لا يريد ان تحسب عليه فرفع ايده قال انا معترض على هذه المسألة فقط. احنا ينبغي ان نتقبل الامور بصدر ارحب من هذا، ان كل الكلام ده متعلق بالايه؟ بالسياسة. لما واحد يقول انا امين عام مجلس امناء الثورة، طيب خلاص يبقى راجل بيتكلم باسم الثورة باسم اي حاجة فيها سياسة، يبقى لابد ان يكون فيها اختلاف في وجهات النظر. انا اريد، لان المشوار طويل، ان بدأناه بهذه الطريقة يعني سنهلك انفسنا. وبعدين بالنسبة لمعاونة الدكتور مرسي، احنا بغى علينا جميعا ان نكون معاونين لرئيس الجمهورية، لان فشل الدكتور مرسي لا قدر الله هو فشل المشروع الاسلامي. دي قضيتك، دي قضيتك. يعني انا واحد مرة جاي بيقول لي يا شيخ محمد احنا بنشكرك على موقفك في الانتخابات مع الدكتور مرسي. قلت له انا فعلت هذا لانني اعتقد انني ان تقاعست عنه كنت آثما. احنا ينبغي علينا ان نختار الاصلح، وقد فعلنا هذا بفضل الله عز وجل، يبقى لابد ان نعينه. ايضا بلاش الكلام السلبي، لما يجي واحد يقول لي او يطلع مقاله يقول اصل هو الدكتور مرسي الولايه بتاعته غير كامله. طب قول لي يا سيدي، طيب الولايه دي بلغت كام في المية دلوقتي؟ الغير كامله دي كام؟ يعني 60%؟ 70؟ 30؟ ومتى تكون الولايه كامله؟ بتطبيق الشريعه باسرها. وكيف سيطبق الشريعه باسرها ناقص الولايه الذي ليس له سمع ولا طاعه ولا حق على ايه؟ على رعيته اصلا. قول لي الكلام اللي انت بتقوله ده الهدف من ورائه ايه؟ كل كلام ليه هدف. لما تيجي تطلع انت فجاه تتكلم في موضوع كده، قول لي ما هو الهدف من الكلام في هذا الموضوع. اتفضل. مهندس ممدوح جابر، اهلا وسهلا. اتفضل يا اخ ممدوح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيله الشيخ، بارك الله فيك. لان الامر لازم نكون جميعا شركاء فيه. الامر اللي حدث سرا نحن ننكره سرا، اما وان الامر قد ظهر علانيه فلازم يكون لينا احنا موقف، لان احنا امه مامورين بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قد يكون نعم الدكتور صفوت ممكن بعض احيان يتجاوز في كلامي، لكن ليس معنى ذلك ان انا انشغل بان هو تجاوز واترك لب القضيه. احنا كنا نتمنى من اخواننا في الدعوه السلفيه والاسكندريه ان هم يقولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا حافظ، فيقول له ما هذا يا ياسر، ماذا الذي فعلته؟ اذا قالوا هذا يبقى احنا فعلا امه جديره بان احنا نتصدر ونقود الامم، لكن الى الان لم يصدر عنهم اي بيان. اذا وجب علينا نحن ان احنا نتبرأ الى الله عز وجل، فلما نرفع ايدينا ونقول اللهم انا نبرأ اليك مما فعل هذا. انا فعلت هذا، انا قلت اللهم اني ابرأ اليك من هذه الفعله. فدي ما فيهاش حاجه. اما قول اخونا دي فضيحه وليس نصيحه، الاثنين في الهيئه واحد، لكن الذي يفرق بينهما النيه، والنوايا دي عند الله عز وجل. في انسان يقول هذا تشفيا، ده حسابه عند ربي، لكن ده بينه وبين ربه. لكن احنا لينا بالكلام، في الكلام الذي قيل تجاوز، نعم في تجاوزات، لكن لب القضيه ما فيهاش اي حاجه خالص. فانا ما ادري سر الهجوم الشرس وترك لب القضيه، ان احنا لازم نشترك جميعا ان احنا نقول نبرأ الله عز وجل، ان احنا لا نقر باطلا بيننا، وبذلك نكون امه فعلا جديره بالرياده. وجزاكم الله خير. هو كل ده طبعا لان الايه؟ العمل العام والتشاور بين المسلمين غير موجود للاسف الشديد. اتفضل، في اتصال اخر. اهلا وسهلا استاذ اشرف، اتفضل. دكتور بعد اذن حضرتك، بس انا والله ليا تعليق صغير مش هنطول، انا من العامه مش من العلماء ولا طلبه العلم، ولكن بس حضرتك لما بدات بتقول يعني بنرفض هذا الاعتذار، حضرتك كده الناس كلها فهمت ان حضرتك في صف الدكتور صفوت ضد الشيخ ياسر والدعوه السلفيه. لا شوف انت برضو متحكم فينا فكره الاهلي والزمالك. انا بقول ان ده موقف ينبغي ان يعالج بغير هذه الطريقه، لان ده موقف انت داخل في السياسه، بتتعامل في السياسه، يبقى لازم تقبل الراي الاخر. ولازم لما واحد يقول لك ان انت حصل منك مواقف تقول له لا، اما ان انت تقول ما حصلتش، واما انك انت تقول ما الاولانيه، اما تقول ما حصلتش ولو عندك دليل على انها حصلت قول لي، واما ان انت تقول هي حصلت وكان الهدف منها كذا.
لكن ما تقوليش ان انت مع الدكتور صفوت. وافرض انا مع الدكتور صفوت، انا معترض جدا على الاعتذار الذي قدم ممن لا يملكه على قناه الناس. ومعنى انا منتظر المره الجايه ان هم يقولوا لنا اتكلموا في كذا وما تتكلموش في كذا، او يدونا ماده نتكلم فيها. الكلام ده ما ينفعش. يعني كل الدكتور صفوت تكلم في مساله وانت راجل المفروض داخل في السياسه، مش معنى كده ان تنقلب الدنيا وتهيج وناس بيتكلموا من كل ناحيه وضغوط على قناه الناس وعلينا وعلى كل حد. ده قاعد اليوم كله راح في استقبال هذه المكالمات. فما يعني ما تختصرش المساله في ان انا مع الدكتور صفوت حجازي ضد الدكتور ياسر برهامي. ده اخ ليا وده اخ ليا، ولكليهما علي ان الحق لابد ان اقوم بالعدل. فمساله الانحياز الى ده انا ما نعرفهاش. احنا ما نعرفش الكلام ده. الكلام ده لما حتى تاسس حزب الاصاله، وانا مرجعيه حزب الاصاله مع الشيخ مصطفى محمد والشيخ ممدوح جابر، لما تاسس هذا الحزب، حزب الاصاله كان حزبا للايه؟ ولا يزال، مش كان وانتهى، ولا يزال حزب للتعاون والمناصره مع الجميع، مش حزب للتنافس والتنازع وما الى ذلك. دي مش عندنا في القاهره. هنا لن تجد هذا الامر باذن الله تبارك وتعالى. احنا الناس عندنا في القاهره يعني اجتهدنا في تربيتهم على خلاف هذا. نعم. ممكن نختم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.